ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر أن يفتح تحقيقا بعد انتهاء كشف نصرة القواعد ولمس كأس العالم. وحسب الصحيفة البريطانية فإن تواجد نصرة أثناء احتفالات المنتخب الأرجنتيني بلقب المونديال على أرض الملعب ممسكا بالكأس مخالفا لقواعد الفيفا. وتنص قواعد الفيفا على أنه لا يحق لأي شخص لمس كأس العالم سوى المتوجين الحاليين والسابقين. وأوضح بيان الفيفا أن لقب كأس العالم رمز لا يقدر بثمن، وبالتالي لا يمكن لمسه إلا من قبل مجموعة معينة، من ضمنها المنتخب المتوج بكأس العالم واللاعبون السابقون المتوجون أيضا باللقب ورؤساء الدول.